احمد من القليوبيه. الو يا استاذ احمد. ازيك يا مدام منى؟ انا تمام، انت ازيك؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك انا احمد طه من القليوبيه من طوخ، مركز كفر عوان تقريبا. وانا حضرتك كنت في المستشفى يوم كانت ست عزيزه كانت موجوده، كنت واجد باختي كانت عيانه يعني. وحضرتك شفنا اسلام وكنا داخل بيها وكانت اختي موجوده، فلقيت اختي بتصوت، هي ديت ست عزيزه اخت الاطفال وجالها انهيار عصبي. فحضرتك المباحث جت بعدها ب 10 دقائق تقريبا، كانت هي بتطلع في الروح، كانت ست عزيزه كانت بتطلع في الروح. قالت حاجه في المستشفى؟ هي كانت داخله بتطلع في الروح يعني ايه تقريبا، مش قادر اتكلم. بس اسلام يا ست يا جدعان قول لها والنبي حد يقول لها يعني انا ابن مين؟ انت خلاص في اخر ايام يعني اخر دقايق، وليه عملت في نفسك كده؟ يعني انت كده دمرتيني، الحياه كلها معاكي، يعني انا كده هفضل طول حياتي لو ما وصلتش لاهلي خلاص كده ضايع، لان الحياه كلها في ايديك انت. هي بتبص له ومش قادره تتكلم. وحضرتك المفاجاه كمان اللي ربنا يعني عايز اقول لك ربنا كل واحده دعت عليها او دعت على طفلها ضاع منها، يعني بقول لك السرير كان نظيف وكان حواليها المكان نظيف، النمل وصل على وشها ازاي؟ يعني دي حاجه من عند ربنا، يعني دي حاجه انا اول مره. وكل اللي كان موجود في انت تاني واحد اسمع منه قصه النمل اللي ملا سريرها ده. لا انا كنت موجود حضرتك وصورتها كذا صوره، بس هي كانت بتطلع في الروح منظرها يعني فوق الفظيع. بس اللي هو النمل كان على وشها وصورتها كده برضه فيديو. انا ما قدرتش اصورها الصراحه، يعني انا جات لي رهبه كده الموضوع يعني اكبر مني، لان منظرها يعني هو سبحان الله. يعني هل المستشفى عاده بيكون فيها النمل ده منتشر على الارض على الحيطان على السراير؟ لا بقول لك حضرتك والله السرير كان نظيف والملايه نظيفه، النمل طلع من تحت راسها كده قفل عينيها وهي كانت لسه بتطلع في الروح. يعني هي قعدت 3 4 دقايق والنمل على وشها شويه، الممرضه دخل والدكتور دخل قال خلاص كده السرير لها طلع وهنوديها المشرحه. كان اسلام ساعتها في المباحث اللي هي اتكلمت ما قالتش اي كلمه، وكل اللي كان اسلام يقول لها والنبي قولي انا ابن مين؟ انت خلاص انت فاضل لك، كانت هي مفتحه وطبعا ومستدركه يعني الكلام. طب حتى يعني شاوري لي قولي اي حاجه، يعني انت يعني حياتي او يعني حياتك كلها في ايديك انت. فطبعا ما اتكلمتش واسلام مباحث خدوه. وبس انا يعني انا كنت بقالي اسبوع هوصل لحضرتك عشان اوديك الصور يعني تنزليها النهارده في البرنامج. احنا صورناها في المشرحه، احنا صورناها جوه المستشفى وفي المشرحه، بس الموت له حرمه، فاحنا لينا حدود في عرض الفيديو. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا.